ربما يعني موجود على الساحة منذ القدم ويتجدد يعني في هذه الأيام، وهو موضوع التطبيع مع الكيان. بالنسبة للدول التي تدعي الإسلام شيخنا، ويعني إذا ظهر منها تطبيع مع شوف، أنت تسأل سؤالا فوق طاقتي، والله يسلمك. أنت تعرف أن كثيرا من الحكام العرب يعني أقصى ما يمكن أن نظن أنهم مستضعفون، ولا شايفهم بتاخذوا القرار من منطق قوة. شيخنا بشكل سلمي انطلقت عاصفة الحزم عند منتصف الليل بتوقيت الرياض، التي ينفذها تحالف دعم الشرعية في اليمن بمشاركة 10 دول على رأسها دول الخليج. وتقود السعودية العمليات الهجومية على أهداف للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح بمشاركة من 100 طائرة مقاتلة إضافة إلى 150 ألف مقاتل، فيما تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة ب30 طائرة هجومية. الكويت بدورها أعلنت المشاركة ب15 طائرة. وبالعدد ذاته من الطائرات المقاتلة قررت مملكة البحرين الدفع به ضمن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إضافة إلى 10 طائرات مقاتلة من قطر و15 طائرة من كل من الأردن والمغرب والسودان. كما أعلنت مصر مشاركتها بإرسال قوات بحرية إلى مياه الخليج، إضافة إلى باكستان التي أرسلت سفنا حربية لدعم جهود التحالف. علاوة على ذلك، أبدت كل من مصر والأردن والسودان استعدادها للمشاركة بأي عمليات برية محتملة لردع ميليشيات الحوثي